إلا صرات لك كيما كيفي تبغي تتقهوي بكاش حاجة الصباح وما لقيتيش البيض، جبت لك الحل. أنا تاني صرات لي ودبرت على روحي ودرت هذا الوصفة، وصفة البسبوسة بدون بيض، بنينة وشابة ومشربة حتى للقلب. تبعوا معايا من الأول للآخر. سلام. كي راهم مشتركاتي عزاز، نقولوا بسم الله وندخلوا للوصفة تاعنا. كما تعرفوا هاد النوع من المعسلات يبغوا السيرو هو الاول اللي نطيبوه. هنا عندنا كاس تاع سكر وكاس ونص تاع ماء وطنوش تاع ليم، نخلوهم يغلو. كي نحسبوا بعد الغليان 8 دقائق طفي، ودوك تشوفوا معايا المرحله اللي نكملها. هنا جيبي كاس تاع سميد، السميد يكون موين، وربع كاس وربع مغرف تاع لافاني، شويه ملح، وهنايا درت نص كاس سكر، ودرت 2 مغارف نوات كوكو. الا ما عندكش ماشي مشكل، انا نبغي نوات كوكو فيها، تما تنجمي ديريه تنجمي ما ديريش. ومن بعد خلطي النواشف مليح وزيدي لهم ربع تاع زيت. وهنا هذه المرحله مهمه، تبعي معايا، بسيها مليح 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 مليح. شوفي هنا في هذه المرحله كي تبسي السميد تاعك مليح، من بعد كي تزيدي سوائل ما تتعجلكش. هذه الطريقه تجيك على بنة الشاميه. اللي ما تبغيش الشاميه ولا اللي ما تخرجش معاها شاميه، هذا الوصفه راهي ليك. هنا السوائل عندنا كيما انا هنا كان حاضر معايا غير كاس حليب. كان عندك دانون ناتور ديري دانون ناتور ونص كاس حليب. كان عندك البن ديري نص حليب ونص البن، رايب نص حليب نص البن. ليسونسيال كاع هادو تقدي تخلطي بهم. هي تاع الدانون ناتور تجي شابه. نخلطوا قلت لكم كاع السوائل حتى لهذه المرحله. نزيد مغرف تاع فرينه ومعها وحده خماره كيميائيه وزن 10 غرام. ومن بعد خلطي مليح، وكي تخلطي كاع هادو خليها تقعد على جهه تريح بلا ما جبنا السني تاعنا. هذا السني اللي كيما العام اللي فات داروا به حاله في المواقع الاجتماعيه، الاسطوري هذا الصغير تما وين ما يخرج موديل نسموه اسطوري، باسكو تاني داك المدور اللي كان لداخل طالع هكا طالع كرشه من الداخل، تاني هذا كان اسطوري داك وقته، دروك ولا هذا اسطوري. بون ولا علينا، ندهنوه بالزيت. وفي هذه المرحله تكوني ديجا دايره الفرن تاعك يحمى. هذه بلا ما نقولها لكم، قلت لكم اي وصفه تبغوا ديروها وباش طيب لكم مليح، سورتو اللي عندها الكويزينيير تشعل عاد تفوت صوالح تخدمهم. ديري كاع الخليطه تاعك، ما تخلي حتى حبه، هذه داخله في الاقتصاد. بون وتمشيه كاع كيما راكي تشوفي فيا هنايا، وتنجمي تاني تخبطيه شويه على البلون دو طرافاي باش كاع الهواء يخرج منه كيما كتشوفي معايا هنا. دخليه للفرن وحمريه من تحت وعاودي شعليه من الفوق. هنا الشاربه تاعنا قلت لكم باش تعطينا الذوق الشاميه، بسبوسه وهي لعبتها شاميه. تزيدي لها واحد المغرف تاع مازر. انا هذا المازر عندي قاصح بزاف، زعما قاطع في الريحه، درت غير مغرف. تقدي تزيدي كتر لا ما عندكش واحد شباب. وهي حاميه والشاربات بارده نسقوها. كي تسقيها كاع بهذه الكميه اللي درناها، ما تخلي شويه ما تقولي راهي. هي من تطيب لك مليح تحمريها من الفوق ومن تحت تشرب لك كاع هذه الكميه. خليها على جهه. كيما قلت لكم انا وجدتها في الليل باش نتقهوى بها الصباح. انا دائما في العاده صوالحي اللي نتقهوى بهم الصباح نوجدهم في الليل، وتاع العصر باينين. هذيك تاع من الفطور نوجدوهم على العصر ولا نوجدوهم الصباح. راكم شفتوني باللي كاع الكميه درتها. نخليها على جهه. وهنا انا حتى للصباح قطعتها معاكم، بصح مين جيت نقطعها لقيت الشعب خاول لي بلي قريب نصها، تما اللي بكر رده. شوفوا هنا قلت لكم تجي طريه وشابه. هذه تقدي تاكليها تمتم، غير انا خليتها حتى للصباح. تجي شابه وبنينه على بنت الشاميه، تجي كيف كيف هذاك المازهار والاخر قولي لي عليه والسميد وكاع تجي كيما الشاميه. حتى لهنا نقول لكم مع السلامه، وصفه جديده باذن الله.